صباح الخير يا حلوين، يلا هنعمل عجينة طعمية. احنا في رمضان وكلنا بنحب الطعمية، يا على الفطار يا على السحور. هي طبعا أكلة الناس كلها بتحبها يعني. المهم، ده فول مدشوش أو كان فول بتاع اللي بيتدمس عادي، بس بلنا وقشرنا وبصلة وخضرة وتوم. لو ما عندكش كرات اعملي خضرة عادي. يلا يا نعملها في الكبة، نعملها في الخلاط. لو عندك مفرمة برضو اللي هي بتاع البسكوت دي ممكن تعملها فيها عادي. كده حبايبي انا خدتها وش واحد في الكبة بتاع الخلاط، الكبة الصغننة دي بتاع التوابل. المهم، هي مش ناعمة. هنرجع بقى ناخدها كمان مرة عشان ايه، حبة حبة كده ما تجدش الكبة بالراحة عليها. هنعملها ونرجع اوريها لكم تاني، وعلى ما نعملها ننزل نملى التعليقات بذكر الله وبالصلاة على رسول الله. يلا حبايبي. كده حبايبي كده ضربناها خلاص اهي، وحطيت لها ملح وكمون وكزبرة وشطة. ما تحطش بتاع ده، مثلا انا ما تحطش كربونات حالا. لو حطيت كربونات هتغمقيها، اما تيجي تعينيها هتغمق لها، انت مش هتعملي كل ده حالا يعني. هقلبها واوريها لكم حالا. اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. ممكن تضربها كمان ضربة نعماء عن كده، بس الخلاط الصراحة مش هيستحمل، فهي كده حلوة تمام اوي. وبقت اهي. هتعيني بقى، هتعملي على قد اللي هتعمليه، وعيني بقى في الفريزر، واما تطلعيها روحي جايه عاملاها بالمضرب ضربها حلو، وفقشي لها بيضه، اعملي لها بصلايه وطماطمايه، اعمل لها عجه في الفرن اللي يريحك. احنا هنعينها دلوقتي عشان هنعملها ساعة الفطار. يلا بألف هنا وشوف على قلبكم، اللي يجربها يقول لي ايه رأيه فيها. يلا حبيبي بقى نجهز الفطار. قشرنا بطاطس وخرطناها كده ايه زي ما انت شايفه كده، شرايح كده. اي تخريط يعني مش هتفرق، بس عشان ما تاخدش وقت في السوا. وتحط لها ملح وتوابل والسمنه، توصل السمنه شويه، ونص كوبايه ميه. يا رب تكون باينه. هدي لها النار بقى وغطيها، هتستوي وتبقى مكمره وتبقى زي العسل. عايزه تحط لها بقى معلقه دقه اما تستوي، او مع او طماطم او صلصه او كده تمام. هي كده برضو فل، مش محتاجه اي حاجه معاها. حطها احلى مكمره. وده كوس خرطناها برضو نفس التخريطه، بس عملنا لها شرايح بالشوكة بالمقورة أي حاجة. وده فص توم وملح وتوابل. هحط لها شوية زيت بقى. دي ما تحط لهاش بقى ايه مية، احنا هنغطيها بس وتهدي لها النار كموريها برضه. كده حبايبي، ده طبق جبنة بالزيت الحار، وطبقين سلطة وعسل بطحينة، والمخلل بتاع رمضان ده أساسي، وخس وجرجير. بس استوت اهيت، والكوسة آخر. كده العجينة اهيت، وسمسم وكزبرة وشطة. هنقلي بقى الطعمية وبعدين نوريها لكم. كده حبايبي الطعمية اهي متماسكة وجميلة زي ما انتوا شايفين. وكده كده انت عاملاها في البيت وضامنة انت حاطة فيها ايه. زي ما احنا قلنا الفول والبصل وتوم، ولو عندك ربطة كرات ماشي، ما عندكش حط خضرة وبقدونس وكزبرة. كزبرة وشبت. عايزة احط حاجة واحدة بس بلاش البقدونس ده مش هتستطعمي في الكفتة في البتاع الطعمية، ما هيش كفتة يعني، على ما تحمر بقى. وده حبايب الطعمية، بذمكم مش احلى من اللي بنجيبها من بره. ما شاء الله. ده حبايبي الطعمية والبطاطس والجبنة والسلطة وعسل ومخلل والكوسة. جرب الكوسة دي، جربها مكمورة كده، صدقني مش هتبطليها. سكر والخس والجرجير والعيش طبعا، والعصير بقى والبلح وكده.